مديحة. أنا لسه عروسة جديدة، والحقيقة إن أنا كنت مستنية اليوم اللي أنا هتجوز فيه ده والبس فيه الفستان الأبيض زي كل بنت بتحلم وبتفكر. بعد ما كنت بحب ابن خالي واللي أهلي رفضوا تماما إن احنا نتجوز علشان هما ما بيحبوش جواز القرايب، وقعدت سنين وأنا دموعي دي ما نشفتش قبل ما اتجوز وقبل ما يتقدم لي جوزي ده اللي اسمه علي. وأنا كنت زعلانة وحزينة، ولما جه علي وتقدم لي حسيت إن ربنا هيعوض صبري خير، خصوصا وإني جاهدت كتير ونسيت خلاص حب حياتي وطلعته من دماغي للأبد، وكنت مستعدة إن أنا أبني حياتي مرة جديدة مع شخص جديد. وفعلا علي جه يتقدم لي، كان بيشتغل برا مصر وكان بياخد فلوس كتير، وقال لي أول ما جه أهلي فرحوا بيه قوي بحكم إن هو طبعا بيشتغل في الخارج، وأي حد بيشتغل في الخارج بيكون معروف إن هو بيبقى معاه فلوس وأموره المادية بتبقى حلوة قوي، وأي حد بيحب يجوز بنته لواحد معاه فلوس من غير طبعا ما يدوروا على أي حاجة تانية. وبالفعل كان هو المتكفل بأهله، كان باباه ميت وكان باني بيت ليه هو وأخوه، وكان بيحب أخوه جدا وأمه، وكان بر جدا بيهم. ودي يمكن من المميزات كمان اللي أمي قالت لي عليها، قالت لي طالما هو بيحترم أهله وبيحبهم وكمان متريش ومعاه فلوس، يبقى هو ده الزوج المناسب، بكرة تنسي يا حبيبتي وتعيشي معاه متهنية وسعيدة. وفعلا اتخطبت له واتجوزنا على طول، لأن هو كان مجهز كل حاجة. واتجوزت ومعداش على جوازي بتاع شهرين بالظبط، شهرين ملحقتش فيهم إن أنا أنبسط ولا أفرح ولا أحس إن أنا عروسة زي بقية البنات. علي كان شاب محترم قوي وخجول مؤدب، ما كانش في العلاقة الزوجية مرح كده، هو بصراحة زوج مثالي، لكن معرفش إن هو يخليني أنبسط أو إن أكون شقية كده معاه أو أعيش الفرحة والمرح والحب اللي أنا كنت مستنياه. بس برضو ما كانتش دي المشكلة، المشكلة إن هو هيسافر وهيسيبني، وأقعد أنا أستناه بقى سنة ولا سنة ونص على بال ما يجيلي تاني. وأنا كنت عايزة أحس إن أنا في شخص في حياتي علشان أنسى الشخص اللي كنت بحبه واللي كنت بتمنى إن هو يبقى جوزي. كنت بحارب نفسي ومش عايزة أفكر فيه خالص، مش عايزة أوصل للنقطة اللي أنا أفكر في حب حياتي من تاني. حسيت في البداية إن أنا خايفة قوي من الفراغ العاطفي اللي هيسيبولي علي لما يسافر، ولأن هو في الشهرين دول ما قدرش إن هو يربطني بكفاية، فكنت حاسة إن أنا تايهة ومشتتة كده، حاسة إن في حاجة جوايا مش قادرة أوصفها لكم بالظبط. إحساس بصراحة كان مستفز جدا، هو عبارة عن تعاسة أو قلة شيلة، مش عارفة، كذا حاجة مع بعض. المهم، علي كان ليه أخ اسمه حسين، وحسين ده كان أصغر منه. كان علي بيعشق أخوه ده عشق بجد، كان بيحسسني إن هو كان ابنه الصغير مش أخوه. أمهم كانت مربياهم على كده، وكان في ترابط بينهم أسري قوي جدا. فطبعا أنا عايشة في نفس البيت اللي فيه حسين وأم علي. سافر علي بعد ده ووصى أمه عليا ووصاني أنا كمان على أمه. ما أكدبش عليكم، أنا قعدت كتير مع نفسي وقلت أنا إيه اللي خلاني أوافق بجوازة شبه كده؟ طب أنا ليه أعيش أصلا من غير جوزي؟ أمال أنا متجوزي ليه؟ علشان أعيش مع أمه؟ انتقادات شديدة للجواز ده، وحسيت إن ده مش جواز، دي مجرد ورقة انتي بتكتبيها مع واحد بتتربطي بأهله مش بيه هو. قعدت كتير وكنت متضايقة جدا، إزاي أنا ما فكرتش في النقطة دي قبل الجواز؟ سيبكم بقى من إن أنا بحب حد أو كده، بس أنا شايفة بجد إن الجواز بالطريقة دي حاجة صعبة جدا وحاجة مش مريحة. مجرد إحساس إن أنت تبقي محتاجة لحضن جنبك أو حد جنبك يحتويكي ويحسسك بوجودك، يحسسك إن أنت ست وهو مش موجود، دي حاجة بتقتل الوحدة. دخلت على الفيسبوك في جروبات كلها نسائية، ولقيت ستات كتير جدا بتشتكي من نفس الشكوى، وحسيت إن أنا مش لوحدي. معظمهم اللي جوزها مسافر واللي جوزها ما بيلمسهاش بالشهور رغم إن هو موجود معاها في نفس البيت، لكن هو كده علاقته في العلاقة الحميمة ما هواش مواظب معاها. شفت ستات كتير وعرفت مشاكل كتير، رغم إن أنا حسيت إن أنا مش لوحدي، إلا إني من جوايا كنت رافضة تماما الإحساس ده. عروسة بقى، لسه بقالي شهرين، عايزة أنبسط وأحب وأفرح، مش معقول هضيع زهرة شبابي وأحلى أيام عمري في إن هو مسافر وأنا في حتة وهو في حتة تانية خالص. طب فين الرابط اللي بينا؟ المهم، مع الأيام
كنت أنا طبعا كل يوم بنزل أعمل كل حاجة لحماتي، شقتي ما فيهاش شغل كتير، باكل معاها تحت، بنفطر كلنا سوا مع بعض على الفطار، أنا وهي وحسين، وبنقعد كلنا ناكل ونشرب مع بعض، وبعد كده أطلع فوق أقعد شوية وأنزل تاني. في السهرة نتعشى بقى، أعمل غدا، أروح السوق، آجي من السوق. مع الوقت ابتديت إن أنا أزهق وأنا قاعدة لوحدي فوق. كنت بفضل أكتر لما أبقى قاعدة مع حماتي ومع أخو جوزي، على اعتبار يعني إن أنا أخرج من التفكير اللي أنا بفكر فيه ده، اللي بجد كان هيموتني. وما كنتش ببقى لاقية أي حل للأفكار اللي بتيجي جوايا دي غير إن أنا أعمل كده. ما كانش في نيتي ولا في ضميري أي حاجة وحشة أبدا. حماتي كانت دايما بتحس إن أنا شاردة كده ومتاخدة، وكانت بتقعد تتكلم معايا وتقولي: مديحة يا حبيبتي، مالك فيكي إيه؟ أقول لها: مفيش يا ماما، بس يعني زهقانة شوية. تقولي: أنا عارفة إنك زعلانة إن جوزك يعني مش معاكي، بس يا حبيبتي وإنتوا صغيرين كده يعمل مستقبل، ده هو اللي بنى البيت ده كله، وهو اللي وقف معانا، وهو اللي هيجوز حسين. ده راجل ويستاهل إن انتي يعني تصبري معاه وتبقي حننيانة كده، ما تعمليش كده وتزعلي نفسك. لما علي يكلمك كلميه في التليفون كده وتكلمي معاه كلام حلو وهزري معاه. ما كنتش عارفة أقول لها إيه. أنا أصلاً بتكسف منه لسه، مش قادرة آخد عليه. يعني أنا تقريباً أخدت على أخوه أكتر بحكم إن إحنا يعني قعدنا مع بعض، أكلنا وشربنا وهزرنا. راح جاب معايا مثلاً علاج مرة قبل كده، رحنا نجيب خضار، بعته يجيب لنا فطار، بيجي من الشغل بشوفه. حسيت إن أنا هقرب لحسين يعني أكتر من علي اللي هو المفروض جوزي. ومع الوقت ومع الأيام ابتدى الموضوع ده يكبر ما بينا، وأحس بارتباط بيكبر ما بيني وما بين أخو جوزي. كوني يعني بيعيش معايا كل مراحل يومي، لما أصحى من النوم ولما أنام، وأنا بروق وأنا باكل وأنا بغسل المواعين. والحقيقة إن هو يعني كان مرح، بيقف ويتكلم ويهزر معايا، ويسألني: أنت عاملة إيه النهاردة؟ علي كلمك ولا لأ؟ كان بيتدخل يعني في تفاصيل حياتي. وساعات كان بيقولي: أنت هتروحي عند مامتك إمتى؟ أقول له: مش عارفة والله، أنا ماليش مزاج. يقول لي: لأ روحي يا ستي بقى غيري جو. يعني كان في حوار ما بيني وما بينه مشترك، لحد لما عدى كام يوم وابتديت إن أنا أسهر تحت، وما بحبش إن أنا أطلع لير وأنا خلاص بقى مش قادرة أفتح عيني وعايزة أنام. كنا سهرانين مع بعض، وطلبت من حسين إن هو يجيب لنا لب وسوداني وفشار وفاكهة علشان نقعد مع بعض ونتفرج على أي حاجة، علشان كنت زهقانة قوي. قال لي: من عينيا يا ستي، ما تشغليش بالك، أنا هروقلك كده وهظبطلك حتة أكلة وسهرة حلوة. وفعلا طلبت من حماتي كده إن هي تقعد معانا علشان ناكل ونسهر مع بعض، لكن هي طبعا ما قدرتش إن هي تقاوم السهر، وحكم إن هي ست كبيرة وكانت كل يوم لازم تنام بدري وتصحى تصلي الفجر، فطبعا نامت مننا عادي جدا. كملنا إحنا بقى السهرة وكملنا قعدتنا. كل يوم كنت بحس إن أنا يعني بقرب منه أكتر، كنت بحس إن هو فاهمني وفاهم دماغي. لحد لما في مرة لقيته بيسألني وبيقولي: قولي يا مديحة، انت عاملة ايه من غير علي؟ قلت له: والله العظيم أنا يعني تعبانة جدا وزهقانة، بس الواحد يعني مش عايز يتكلم. قال لي: لأ فضفضي وقولي اللي جواكي. بصيت له إحساس كده، وحسيت إن الشخص ده قريب مني جدا، لدرجة إن أنا فعلا ما اتحركتش أقوله: مش هو ده اللي كان في خيالي إني لما أتجوز أعمله. أنا كنت متخيلة إني هقضي ليالي كتير مع جوزي، يعني شوية في العلاقة أو في الهزار أو في الضحك. وقلت له بطريقة واضحة: أنا كنت أتمنى إنك أنت تكون جوزي بحكم إنك أنت يعني قاعد معايا، مش علشان هو يعني كحسين. ساعتها بصلي كده وضحك وقال لي: والله واحد ما يطول يتجوز واحدة زيك. أنا مش عارف هو أخويا علي إزاي سايبني وعايش كده بعيد عنك. قلت له: عادي، شخص محترم وكل حاجة، بس بصراحة أنا مش حاسة إن هو فهمني، أو يمكن هو يعني عامل بزيادة عن اللزوم. قال لي: طبعا مش هو اللي باني البيت ده كله وهو اللي عامل كل حاجة، هو ما بيفكرش غير في الشغل وبس. بصراحة يعني أنا حاسس إن أنا متدلع، وهو اللي مدلعني. فضلنا بقى نتكلم كده مع بعض، وبعد كده من اليوم ده حسيت إن أنا أخدت على حسين بطريقة يعني مش طبيعية. كل مرة كان بيقعد يهزر معايا فيها غصب عني، يعني الهزار كان بيوصل بينا للمرحلة اللي احنا كنا بنهزر بإيدينا. ومرة على مرة ابتدى يكون ما بينا فعلا علاقة حب، على الأقل من ناحيتي أنا. كنت حاسة إن أنا عايزة ألفت انتباهه، عايزة أخليه يقرب مني. نسيت خلاص علي ده تماما،
شخص ما قعدتش معاه غير شهرين وسافر، وده اللي موجود معايا بقى، ده اللي عايش معايا تفاصيل يومي كله، حاسس بكل أنواع حالاتي وبشكلي في كل حاجة. الفراغ اللي جوايا بدأ يكبر، وبدأ يجيلي إلحاح إني محتاجة فعلا المعاشرة الزوجية، محتاجة لحد يحضني، حد يحتويني، حد يكون قريب مني ومنه هنا. ابتديت كل لما حماتي تنام أطلع فوق أغير هدومي، ألبس حاجة كده متدلعة شوية، أبين حتة من شعري، يعني بس ما كنتش بلبس عريان، كنت بلبس طرحة كده برضو بس مبينة حتة من شعري، أنزل بقصة، أحط ميك اب، أرش برفان، حاجات من دي. بعد كده لقيته إن هو يعني ابتدى فعلا ياخد باله إن أنا يعني بمهد لحاجة. كنت عارفة إن هو مش هيتجرأ يجي جنبي غير لما كنت أنا اللي أبدأ، بحكم إن هو وأخوه يعني قريبين من بعض قوي. وفعلا حبيت إن أنا آخد الخطوة دي ناحيته علشان هو يتجرأ عليا، ومن غير ما أحس يعني ومن غير ما أعرف أنا ليه فكرت بالطريقة دي، وإزاي نسيت إن هو أخو جوزي، وما فكرتش في أي حاجة غير إن أنا عايزة أعيش اللحظة الحلوة دي بالنسبة لي وقتها وبس. ومع الوقت فعلا هو فهم بقى طبعا إشاراتي، وعارف إن أنا أقصد فعلا حاجة. وجي في يوم كده أنا اتعمدت إن أنا يعني ما أقومش ولا أغير هدومي ولا أعمل أي حاجة زي ما بعمل كل يوم. وبعد ما حماتي نامت فضلت قاعدة زي ما أنا. لقيت حسين هو اللي بيبصلي كده وبيقول لي: مديحة، هو انتي مش هتقومي تغيري هدومك كده وتفكي شوية على نفسك زي كل يوم؟ بصيت له على وشي ابتسامة. كنت حاسة وقتها إن أنا فرحانة قوي، كأن هو ده جوزي اللي بعيد عني وهو جنبي، وفرحانة إن هو بيطلب مني إن أنا أعمل حاجة زي كده. اليوم ده بقى قمت ولبست أحسن لبس عندي، وعملت أحلى ميك اب وفردت شعري، ونزلت وقلت له كده. يعني طبعا هو أول ما شافني فهم على طول أنا أقصد إيه، وهو كمان كان مستني الإشارة دي مني. هو ما حصلش يعني بينا كلام كتير، وحصلت بينا في اليوم ده علاقة كاملة، علاقة كاملة غير شرعية. أنا حسيت بقى إن أنا أشبعت نفسي وأشبعت رغبتي، وكنت فرحانة ولا حسيت بندم ولا زعل ولا أي حاجة، كأني أصلا مش متجوزة ومفيش أي حد في حياتي. وابتدت العلاقة بينا تبقى يوميا، كل يوم نفس الحكاية، الروتين مش بيتغير. بشوف كل طلبات البيت طول النهار، وحسين بيجيب لي كل حاجة أنا عايزاها. وطبعا كان بيكلمني في التليفون وبيقول لي كلام حب ورومانسي كأني فعلا مراته. وهو كمان ما عملش حساب لأخوه زيي بالظبط. طب على الأقل أنا مراته، ولسه يعني متجوزاه شهرين، لكن ده أخوه يعني اللي بقاله كتير. أخوه هو مش أخوه يعني من دلوقتي، أخوه اللي عمل علشانه كل حاجة ونسيه. يبقى العتب عليا أنا اللي نسيت واحد عشت معاه شهرين بس. المهم بقينا يوميا كل كده نستنى الوقت اللي حماتي تنام فيه، بس بقينا نطلع شقتي فوق. وفي مرة أنا قلقت بصراحة وخفت، وقلت له أنا قلقانة دلوقتي، ممكن ماما تصحى في أي وقت يعني من الأوقات وما تلاقيش حد في البيت. طيب وبعدين؟ إحنا ما ينفعش يعني نبقوا تحت كده علشان ممكن تشوفنا، ولو أنت برضو مش تحت يبقى هي هتقلق. قال لي لا يا ستي، هي ممكن تفكرني يعني في أي حتة أو كده. قلت له برضو أنا قلقانة. قال لي كبري دماغك بقى وإن شاء الله مفيش حاجة. وعشت أنا وحسين بالظبط كأننا أزواج لمدة 6 شهور. هو جوزي، العلاقة بتحصل كاملة، وكل يوم كلامنا وهزارنا وتصرفاتنا كلها كأننا متجوزين. وحماتي طبعا ست كبيرة ما بتاخدش بالها، ما أخدتش بالها من أي حاجة خالص، ومهما يجي في خيالها يعني مش هتفكر كده لأن هي مربية ولادها تربية كويسة جدا. بس معرفش بصراحة حسين تجاوب معايا ليه. المهم عدت الأيام وإحنا زي ما إحنا كده، لحد ما في يوم كده لقيت نفسي تعبانة، وكنت دايخة كده ومش قادرة والنفس مش عارفة أخده. فكرت إن ده من البرد اللي عندي، بس ساعتها ركزت وخدت بالي إن الدورة ما جاتليش. قلت إيه ده؟ وعرفت إن أنا حامل. وطبعا الكلام ده ما كانش يعني حد هياخد باله شهر ولا شهرين زيادة. رحت قلت لحماتي أنا حامل، وفرحت قوي، واتصلت بعلي وقالت له: الحمد لله، أنا كان نفسي قوي إن مديحة تشيل منك علشان خاطر إن أنت ما بتجيش غير كل فترة. وقالت لي: هو أنت ما أخدتيش بالك إزاي كل ده؟ قلت لها: ما كنتش مش مركزة يا ماما، يعني ما ركزتش مع الدورة ولسه واخدة بالي بس وأنا قاعدة مع حسين. قلت له: على فكرة يا حسين، اللي في بطني ده منه، وهو أصلا منك أنت. قال لي: أنت بتهزري؟ قلت له: لا والله أنا متأكدة إن هو منك أنت. الست بالذات بتعرف الحاجة دي بتكون حصلت إمتى والتوقيت بتاعها إيه. وأنا بعد أخوك يعني مسافر، الدورة جات لي مرة وبعد كده ما جاتش، يعني مش من أخوك، ده منك أنت. قال لي: طيب وبعدين هتعملي إيه؟
قلت له ولا قبلين، ده شهر زيادة يعني محدش هياخد باله، ويا عالم ايه اللي هيحصل، في ستات كتير بتولد في السابع، كل الحكاية بس إن مفيش حد هياخد باله لأن محدش هيروح معايا متابعة الحمل، خصوصا أخوكي وحماجي ست غلبانة وعلى نيتها، وانت معايا أهو وديك عارف. راح قايل لي بس أنا يعني ما كنتش متخيل إن أجيب عيل كده ويتكتب باسم أخويا، أنا مش متوقع كده. قلت له أنا مش هنزله، أنا مش هعمل حاجة شبه كده، إيه المشكلة؟ أنزله ليه وأتعب نفسي ليه؟ ما أنا متجوزة فعلا، أنا مش محتاجة إن أنا أغامر بنفسي. حسيت إن أنا قلبي بقى زي الحجر، الخيانة والحاجة اللي حصلت بيني وبين أخوه خلتني إنسانة عديمة الأخلاق، ما بقاش في ذرة إحساس جوايا. إيه ده؟ يعني مش بس عملت علاقة مع أخو جوزي، لا ده أنا كمان هنسب طفل مش طفلة، وابن مش ابنه. قلت مش مشكلة، هما الاتنين إخوات وخلاص، واتجاهلت الموضوع بقى. والأخرس من كل ده إن أنا كملت في علاقتي مع حسين عادي جدا، كان بيوحشني وكنت بطلب منه إن احنا نقضي كده ليالينا مع بعض كل كام يوم. كان بيقول لي هو أنتي مش تعبانة من الحمل؟ أقول له لأ. بجد يا جماعة، الواحد لما بيعمل حاجة زي دي بيغمس فيها بكل كيانه، بيتحول حتى شوية الضمير اللي كانوا عنده ما بيبقوش موجودين. وقعدت كده لحد قربت الولادة بتاعتي، ما كنتش حاسة بأي حاجة ولا واخدة بالي من أي حاجة، وكنت على قد ما بقدر يعني باخد بالي من تصرفاتي أنا وحسين قدام حماتي. معرفش ليه كنت قلقانة منها، وكنت خايفة لا تحس بأي حاجة، خصوصا إن العلاقة يعني مطولة ومكملة للآخر. لحد ما جه يوم الولادة ولدت وجبت ولد زي القمر، وكنت فرحانة قوي، وكلمت علي في التليفون وقلت له واللي أنا جبت لك ولي العهد، وكنت برضو من جوايا مبسوطة ومش حاسة بأي تأنيب ضمير ولا أي حاجة. حسين كان واقف وشايف الولد وعينيه كانت بتدمع، وأمه كانت قاعدة كده وسطينا، بس حماتي كانت بتبصلي بصات غريبة، يعني بقالها فترة كده أصلا كانت متغيرة معايا. ولما قلت لها مالك يا ماما انتي مش فرحانة؟ قالت لي لا طبعا يا اختي فرحانة فرحانة. قلت هي بتكلمني كده ليه؟ وكلمت حسين في الموضوع ده وقلت له انت مش واخد بالك ان أمك يعني متغيرة معايا؟ كل ده وأنا لسه يعني يا دوبك لسه فايقة وأنا في قلب المستشفى. قال لي لا تلاقيكي بيتهيألك ولا حاجة، يمكن الحمل هو اللي كان عامل فيكي كده ومخليكي شايفة ده، لأن انتي برضو يعني كنتي متغيرة شوية معايا. قلت له عادي، يمكن يا أنا متهيألي ولا حاجة. نمت شوية من التعب وصحيت على صوت مصيبة، لقيت الناس ماسكين حماتي وبيقولوا إن في واحد من التمرجية شافها وهي واخدة يعني ابني، والمفروض إن هي كانت رايحة علشان تغسل وشه، وهي كانت رايحة علشان تموته. الراجل قال لها وش إيه يا حاجة؟ وش إيه اللي انتي هتغسليه في السن ده؟ لسه عيل مولود، ولسه الدكاترة ملبسينه ومسحين وشه وعاملين كل حاجة، هو في حد يعني بيغسل الولد زي ده وشه؟ حماتي ساعتها كانت ركبها سايبة وما كانتش عارفة تقف على رجليها، والموضوع يعني كان كبير قوي. واتفاجئت أنا وحسين في اليوم ده إن حماتي عارفة كل حاجة. حماتي سمعتني أنا وحسين وشافته وهو عندي في الشقة، بس هي ما كانتش فاهمة إيه العلاقة اللي بينا بالظبط، كانت مفكرة إن هو يعني بس بيقعد معايا. لكن لما سمعتني وأنا بتكلم معاه وبقوله على الموضوع بتاع الخلفة ده، علشان في اليوم ده هي ما نامتش زي ما احنا كنا مفتكرين، دي كانت واخدة بالها وكانت قاعدة وبتتصنت علينا احنا بنقول ايه، علشان كانت عايزة يعني تفهم علاقتي أنا وهو واصلة لحد فين. وسمعت كل حاجة وما قالتش، وسكتت ودارت وخبت علينا، خبت علينا هي كمان. حتى هي ما قالتش لعلي، ولا حتى وقفت في تن عند حدنا، ولا قالت لي انت ازاي تعملي كده، ولا اتكلمت مع ابنها. كانت سايبة كل حاجة عادي، كل اللي فكرت فيه إن هي تموت الولد وبس. كانت عايزة تكتم نفسه علشان تقتله، وساعتها اتخذت واتعمل معاها تحقيق، والموضوع كله اتعرف واتفضحت، وفضحتي بقت على كل لسان. الغريب بقى إن علي لما جه أمه كلمته في التليفون وجابته علشان يلحق اللي حصل، كانت عايزة تبرأ نفسها من التهمة، وهو جه وقال للناس كلها حاجة أنا مش عارف هو قالها كده إزاي. لما جه من السفر وجم يتكلموا معاه في التحقيقات، قال إن هو بيثق فيها جدا، وإن أخوه حسين مستحيل يعمل حاجة زي دي. وكمان قال على أمه إنها تهيؤات، يعني بيجيلها تهيؤات. قال إنها ست كبيرة يعني، وأنا متأكد إنها بتهيأ لها. هو قال إن الموضوع ده اتكرر له يعني قبل كده، تقولي على حاجات مش حقيقية، ودي حاجة عمر ما حماتي طبعا عملتها. حماتي رغم إن هي كانت يعني ست كبيرة وكانت على نيتها وغلبانة، بس عمرها ما كان عندها الخيالات ولا الزهايمر اللي هو بيقول عليه ولا أي حاجة من دي. قعدت أفكر مع نفسي وأقول معقول علي مصدقني؟ يعني معقول مش شاكك فيا وبيحميني أنا وأخوه؟ معقول هيعدي الموقف كده؟
ما كنتش فاهمة أي حاجة، وفي نفس الوقت كنت فرحانة وكنت قلقانة ومتغطرة، ومش عارفة بجد أنا كنت عاملة إزاي ساعتها. كان جوايا حاجة مش محطوطة مكانها، وكأن حد ماسك قلبي وعمال يقلب فيه يمين وشمال. ويا دوبك خلصنا القصة دي ورحنا على البيت علشان أتفاجئ بوش علي كله غضب بس بهدوء، تحس إن قلبه يقيد نار بس هادي، وراسي زي البحر بالظبط، يخوف بس هادي. ولقيته بيبصلي كده وبيقول لي انتي طالق بالتلاتة، وبص لحسين وقال له انت ملكش أي حاجة في البيت ده، كل حاجة عملتها لك هاخدها منك. وبص لأمه ولما عليها وقال لها ازاي يا أمي، ازاي ما قلتليش بدل ما تكلفي خاطرك كده وتستني لما تولد وتاخدي العيل وتعملي كل ده، ما اتصلتيش عليا ليه وعرفتيني اجي علشان ألحق الدنيا، اجي واشوف ايه اللي بيحصل من ورايا؟ ما وقفتيهمش ليه عند حدهم يا أمي؟ ليه ما تتصرفتيش؟ ازاي تسيبيني مختوم كده على قفايا كل الوقت ده كله؟ وفي نفس الوقت قال لها انتي هتتنزلي لي على البيت اللي انتي عارفة ان هو بتاعك علشان بعد عمر طويل لما يحصل لك حاجة؟ يعني حسين ماله أي حاجة هنا؟ وأظن إن دي أقل حاجة ممكن أعملها معاه. أنا وحسين خسرنا كل حاجة، خرجنا إحنا الاتنين من البيت في نفس الوقت، وقال لنا من النهاردة عايزين تبقوا مع بعض، ابقوا مع بعض، شوف مين اللي هيراعيك يا حسين بعد كده، ومين اللي هيعمل لك كل حاجة يا أخويا. كنت بعتبره بالظبط زي ابني، بس بقى ابنكم ملهوش ذنب في أي حاجة. وساعتها خد فعلا ابني وخلاه معاه، وقال بالحرف الواحد إن هو اللي هيربيه، يمكن يعوضه عن حسين أخوه. وفي نفس الوقت طلب من أمه إن هي ملهاش أي دعوة بيه، قال لها بس أنتي علشان أنتي أمي ومش هقدر أعمل معاكي حاجة، حتى لو أنتي غلطتي فيا أنتي هتفضلي معايا هنا، بس عمري يا أمي ما هدوق من إيدك ولا لساني عايز يخاطب لسان تاني، لكن أنتوا الاتنين الله يسهل لكم بقى بعيد عننا، امشوا بقى بنجازتكم دي بره البيت. وأنا وهو خسرنا كل حاجة. تفتكروا أنا حتى بصيت في وش حسين بعد كده لأ، ولا هو كمان. أنا بجد ندمت، مش عارفة إزاي وصلت للنقطة دي ولا للمرحلة دي. عمري ما كنت أتخيل أبداً إزاي شخصية علي بكل الجمال اللي هو فيها دي ما لفتتش انتباهي. ليه بصيت لحسين؟ وليه الشيطان عارف يضحك عليا ودخلي من النقطة اللي أنا قاعدة لوحدي فيها ووحيدة محتاجة اللي يحضني، ومحتاجة اللي يحتويني، واللي يطبطب عليا، واللي يعمل فيا إيه واللي ما يعمل. طب ما أنا كنت عشت بما يرضي الله ورضيت جوزي ورضيت ربنا فيه. مش عارفة بجد أنا وصلت إزاي للمرحلة دي، ومهما أندم دلوقتي مفيش أي مجال إني أنا أرجع لجوزي. هو أي نعم خد الولد، ودي حاجة يعني كبرته في عينيا قوي، يعني هو برضو سطر علينا في النهاية وما فضحناش، بس سابنا علشان هو مش هيقدر يعيش معايا بعد كده، ولا هيقدر يأمن لأخوه على واحدة تانية يتجوزها. يا ريتني ما كنت عملت كده، ولو كنت فكرت ولو بس 5 دقايق في الحاجة يعني قبل ما أعملها، أكيد ما كنتش هعمل كده. لو كنت ركزت وعرفت الصح من الغلط أو الحلال من الحرام، واللي ينفع أعمله وإيه اللي ما ينفعش، وإيه اللي ممكن يحصل بعد اللي أنا هعمله، برضو ما كنتش هعمل كده. قصتي تشبه قصص ستات كتير اتحطوا في نفس الموقف، وبرضو ما أخدتش العظة ولا استفادت، ولا قالت إن دايما النهاية بتكون سيئة. معرفش إيه اللي وصلني لكده، وبكده تكون دي قصتي ونهايتها. لو كملت معايا القصة للنهاية، أتمنى أسمع رأيك في التعليقات.